مرحبا يا جماعة من جديد بأحداث الحلقة 26 من مربع العز تبع أبو عصام لمنازل شيخ. هلا أبو علاء ببلش وبيسأل ابنه مناع كيف التقى مع فارس وزين وكيف اجتمعوا ووين كانوا. فمناع بيقول له انه كان في واحد اسمه جمول اخدني انا وفارس وكان عم يشغلنا بالشحادة. بعدين تعرف على الشيخ مالك وهو اللي رباهن، وبعدها اجا جمول وجايب معه زيد ونحن ربينا ودرنا بالنا عليه. ودايما جمول كان بيقلنا انتو ولادين حرام، وشكله هو خاطفنا من نحنا وصغار. ومناع بيقول قصة فارس وزين مثل قصتي، يعني كمان ولاد حرام مثلي، وبجوز كمان هن مخطوفين مثلي، فبصير بخبروا التفاصيل. وأبو علاء بيعرف انه زين انخطف، ووقتها قالوا روحوا لعند جمول، ولما راحوا شافوا جمول ميت. فبيقول مناع يعني احتمال زين يكون أهله هنن أسينات خانم. وبيقول أبو علاء خلينا نتأكد بالأول. زين وفارس عم يشتاقوا كتير لمناع، وفجأة بيجي مناع وبينبسطوا كتير وهيك يعني بدمعوا عيونهم. مناع بيقول لازم يشوف يا ماما. فارس بيقول له انه يا ماما كتير قلقانة انك تتركها بعد ما عرفت اهلك وانك صرت غني وانك ابن زعيم. فمناع بيلتقي باليمامة وبيخبرها انه هو مستحيل يتركها، بس هو بحاجة لشوية وقت لحتى يظبط اموره المادية ويتأقلم مع اهله، وبعدها راح يفاتحون بموضوع زواجه منها. واليمامة بترتاح شوي او كتير وبتنبسط. السينات خانم ونسوان الحارة عم يحكوا يلي صار مع علاء وكيف ابنه مناع رجع على الحارة، والكل بيحسدها على رجولية ابنه وقوته. أهل وردة بيجوا على بيت الشيخ مالك وبيتهجموا عليه، ووردة بتقول إنه الشيخ مالك هو يلي اعتدى عليها، والشيخ مالك ابن حلال يعني، وبيقول لك اي والله اي والله لا والله لا والله. أهل وردة بعدين بيجبروه إنه يتجوز وردة، والشيخ بيكتب كتابه بيقول له الحمد لله الحمد لله أبو عصام. فغالب بيحاول يقتل مناع بس بيفشل، وخالد بيتذكر مناع انه هاد اللي مخوف كل رجال البرية وقطاع الطرق، فعرف انه ما حدا بيسترجي واقف بوشه. ليك خلف بيختفي، ورماح بيروح لعند الزعيم ابو علاء وبيعتذر منه وبيحل القصة معه، وبيقول نحنا خلف خبرنا انه انتو قتلتوا نايف، ومن يوم يلي صارت المشكلة خلف مختفي ونحنا ما بنعرف الحقيقة. هذا الفيديو بس، اشترك بالقناة وحط لايك. يلا باي.